لا اداء ولا كوره ولا شخصيه ولا تغييرات ولا اي حاجه. الاهلي يعني يكسب الهلال السوداني 1-0 في ماتش سيء جدا. ومفيش كلام على الماتش، مفيش كلام يتقال. 90 دقيقه اللي شفناها غير ان الاهلي ما بيلعبش كوره بقاله سنه، بقاله سنه بالظبط. يعني تقريبا من قبل ماتش الترجي كمان، ماتش من قبل ماتش النهائي بتاع السنه اللي فاتت بتاع افريقيا، والاهلي بطل يلعب كوره. مش فاكر اخر ماتش شفته بالاهلي بيلعب فيه كوره يعني السنه اللي فاتت حتى كان امتى. مارسيل كولر تغييراته بقت غريبه جدا. يعني انا مش فاهم تغيير وسام ويسيب جراديشار وبعد كده يطلع بن شرقي، حسين شحات ينزله يمين. مش فاهمه ومبقتش فاهمه. ولو انا كنت من الناس اللي بتقول لا نمسك في كولر ونستنى عليه يمكن الصفقات يشتغل بالصفقات بقى ويطلع اللي عنده ويطلع القماشه اللي عنده، فانا دلوقتي بقيت عندي شك. عندي شك ان انا اعرف العب كوره بالمنظر ده، وعندي شك كبير جدا ان انا هروح كاس العالم انديه يعني هبقى حصلها واطلع بره. انت من فتره كبيره ما كانش عندك الوفره دي قدام. الصفقات ابتدت تلعب بقالها مثلا شهر ونص. بن شرقي وجراديشار مع امام وسام لما رجع من الاصابه، ولسه مش شايف حاجه، ومحدش من جماهير الاهلي شايفه اي حاجه. يعني مش شايفين اي كده بشرة خير. هنشوف بقى، يعني هنشوف بقى الوضع في الشهرين اللي جايين دول. وخلاص فاضل شهر 4 وشهر 5 بعد كده كاس العالم للانديه. آه لا هتلحق تغير مدرب ولا هتلحق تعمل حاجه، ولا اي مدرب هيجي لك هيلحق يعمل اي حاجه لو حتى معاه مين. فما بقيناش عندنا حاجه غير ان احنا يعني نسيبها على الله ونقول ربنا يستر. لان انت خلاص الدوري في نسبة خسارة بعد القرارات واللي حصل، ولسه ماتش بيراميدز جاي. فانت الدوري خلاص ما بقاش في ايدك. عايز تكسب بيراميدز وعايز كمان بيراميدز يعني يتعطل ماتش. وافريقيا ماتش الهلال السوداني، وبقولها لكم من هنا، ماتش الهلال السوداني في موريتانيا هيبقى صعب جدا جدا جدا. فرقة الهلال السوداني اللي انت شفتوها دي هي فرقة احسن من كده بكتير، ومش هتبقى بالوحاشة ولا الوضاعة دي في الملعب اللي هناك. وهتضغط عليك. وعندهم سرعات كبيرة قوي، وعندهم دفاع كويس بقى. مرات ان انت معرفتش حتى يعني يبان لك اي فرص طول 90 دقيقة غير مرتين ثلاثة بس. وانت بتلعب بقى المفروض بجراديشار ووسام وكده. فده اول اختبار لسه الهلال السوداني. يعني انت لو عديته اصلا انت شوف انت رايح لمين بقى، اذا كان ترجي ولا سان داونز. فكولر انا بالنسبه لي كولر خلاص فلس. كولر فلس. انا كنت بحاول اصبر واقول استنى ولا الراجل لا، بس كولر بقاله سنه ما بيلعبش كوره. وانت داخل على اهم فتره في التاريخ الاهلي. فتره كاس العالم للانديه دي فتره مهمه جدا، مش عايزين نندم عليها لو سمحت. مش عايزين نندم على فتره كاس العالم للانديه دي، ومش عايزين نندم على ماتشات كاس العالم للانديه دي، لان هي مش هتجيلك كتير. دي كل 4 سنين مره، وانت يا عالم ال4 سنين اللي جايين انت هتبقى فيها ولا لا. ف انا رايح العب واصعد، مش رايح اقدم كرة والعب 3 ماتشات وامشي. يعني ان انت المفروض نادي كبير باسم كبير قدام انتر ميامي ولا بالميراس ولا بورتو، انت المفروض اسم ليك وزن وسطيهم. ف انا مش عارف احنا رايحين على فين. انا لو مكان الاداره، لو الكلام ده كان في شهر 2 او 3 يعني كنت مشيت كولر. بس الاداره صبرت، وانا كنت من الراي ان احنا نصبر. وواضح ان مفيش جديد، واضح ان هو مفلس، واضح ان اللعيبه مش عايز تلعب كوره، وواضح ان هو ما عندوش حلول وتغييراته بقت غريبه. فيعني ربنا يستر. والاهلي يعني الاهلي فعلا في منحدر كده في كل حاجه. نتمنى ان الموسم يتقفل قفله حلوه.